مهما كان الوضع صعب، الأمل موجود. مهما كانت كل المعطيات قدامك بتقولك ما ينفعش، اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قادر يقول للشيء كن فيكون. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع سيدنا أبو بكر. أنا ميرفت الداوودي، وده بودكاست قطوفها دانية. في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل مختبئين في غار ثور، العدو قريب منهم جدا. سيدنا أبو بكر قال للرسول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. كلام النبي خلى سيدنا أبو بكر عنده يقين إن مستحيل حد من العدو يشوفهم. وبعد كده طبطب النبي على قلبه وقال له: لا تحزن، إن الله معنا. التفاؤل مش مجرد كلام، لكنه حسن ظن بالله وثقة إنه مدام ربنا معانا مستحيل حد يخذلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفاءل بالخير تجده، لأن الطاقة الإيجابية بتجذب لك الخير مهما كان الضيق، دايما بعده الفرج، وده وعد من ربنا. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيقفل باب كان قدامنا عشان يفتح لنا باب تاني أفضل منه. المشكلة إن معظم الناس بيقف ويضيع وقته وتركيزه وطاقته قدام الباب المقفول، مع إنه كان ممكن يبص على باب الأمل اللي ربنا فتحه له قدامه. عشان كده عيش حياتك بالأمل والتفاؤل، خلي قلبك مدينة بيوتها المحبة وشوارعها التسامح والعفو. ابدأ من النهاردة، غير نظرتك للحياة، عيش بيقين إن الخير جاي، استعن بالله وتوكل عليه، وشوف بعدها إزاي حياتك هتتغير. واشوفكم بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.